السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة يوم جديد وفيديو جديد. طبعا برحب بكل الناس الحلوة الجميلة اللي معايا في القناة، والناس الحلوة اللي بتسأل عليا دايما. يا رب يخليكوا ليا كده ويجعلكوا كده دايما تسألوا عليا كده وتحبوني، وانا كمان بعزكم كلكم احلى اخوات واحلى مشتركين. مش هنقول مشتركين، انتوا كلكم اخواتي واسرة واحدة. معلش انا بتأخر عليكم في الفيديوهات شوية، اعذروني. اتمنى منكم دعوة حلوة كده تفك كربي يا رب، ويصلح لي حالي وحال اولادي يا رب، اللهم امين. النهارده فيديو خفيف كده مش طويل شوية. هعمل مع بعض كده الغدا اللي انتوا شفتوه ده. غدا كده مع بعضينا ونتكلم كلمتين كده حلوين مع بعض. وعايزاكم يا رب كده تدعموني في الفيديو ده، ان انا فعلا مقصرة في القناة قوي غصب عني والله، بس اتمنى منكم دعم عشان خاطر يعني الريتش بتاع القناة ما يقعش اكتر من كده. فنبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتنسوش اللايك بالله عليكم فضلا وليس امرا. ونبدأ بقى الفيديو بتاعنا كده. اول حاجة جبنا اللحمة كده بتاعتنا. عملتها سوا، شوحتها كده في حتة سمنة بلدي، وبعد كده ايه لما خدت لون نزلت عليها بالمية. دي بتدي الشوربة ايه طعم احلى بكتير قوي من ان انت تسلقيها على طول. سبتها بقى على النار تغلي كده عشان خاطر تستوي. في نفس الوقت بقى ايه حطيت بصلايه كده قطعتها. قلنا هنعمل بسله اليومين دول، البسله والكوسه والخضار بسم الله ما شاء الله جميل جدا. خضار الشتاء عامه بيبقى حلو، اذا كان خضار او فاكهه. بصراحه كل حاجه في الشتاء بتبقى ما شاء الله جميله يعني، فهنغتنم الفرصه اليومين دول. ونخزن بقى شويه حاجات كده لرمضان وطول السنه. طبعا ربنا يبلغنا رمضان يا رب غير فاقدين ولا مفقودين. فكده انا حطيت بقى ايه البسله، برضو بحب اديها تشويحه كده مع البصل. بتفرق الحاجات دي جدا في التكات دي، بتفرق في الاكل قوي وفي طعمه يعني. بديها تشويحه كده مع البصلايه ومع حته السمنه، وبعد كده هنزل عليهم ايه بالطماطم بتاعتي اللي انا عصراها ومصفيها. هنا برضو هسيبها تاخد غلوة كده على بال بس ما اللحمة تاخد سوا شوية، وبعد كده ايه هنحط اللحمة في الخضار ويكملوا ايه تسويته. هسيب بقى البسلة كده على النار لغاية ما تاخد الغلوة بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده بتبقبق كده والبسلة خضرة يعني انا بصراحة بحب الخضار بتاع الشتاء قوي. آه نزلت برضو عليها كمان ببطاطسايه. ما حطيتش البطاطسايه من الاول عشان انتوا عارفين البطاطس ما بتاخدش سوا قوي، فعشان خاطر ما تستويش وتتهري في قلب ال يعني البسله. اللهم صل على النبي. فحطيتها كده ايه قبل ما تكمل سوا في الاخر كده، ونزلت باللحمه كمان عليها وسبتها ايه كله يستوي مع بعض. عملت بقى شويه رز كده حلوين وسقيتهم بالشوربه الجميله بتاعت اللحمه. طبعا الحاجات دي ما تسقي الرز بالشوربه بتاعت اللحمه طعمه بيروح في حته تانية خالص، بيبقى طعمه فعلا جميل كده وتحبي ان انت تاكليه. هنا خلاص استوى، فكنت بشوفه. الخبطه اللي على الرز دي من ماما اللي علمتها لي، قالت لي لو طبل معاكي كده تعرفي ان هو استوى من جوه فعلا. فعملت كده فعلا استوى. الناس الكبار دول بيبقى عندهم خبرة برضو في الأكل يعني. عملت كمان شوية لسان عصفور وشوية سلطة، وده كان الغدا بتاعنا النهاردة. أتمنى هو يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى يا حبايبي لايك وشير واشتراك في القناة، وادعوا لي ربنا كده يرجعني بالسلامة ليكم، وإن شاء الله نرجع للروتينات بتاعتنا تاني والفيديوهات بتاعتنا الجميلة تاني، وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا ومع السلامة.